صلي على رسول الله. شويه مكرونه باللحمه المفرومه اللي احنا بنسميها مكرونه المحلات الكشري، لكن في قلب البيت بنظافه وبرواق وباسرع الخطوات. فقط هتلاقي ده معانا ايها الساده. بس خلونا قبل ما نبدا كالعاده بندعي لاخويا والامي والامواتنا بالرحمه، ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبك يطيب، ويجيب اللايك في ايديك، وندخل في كل التفاصيل عشان نوصل للتحفه الفنيه دي. وعشان نبدا التجهيز نبدا نحضر كل اللي ورا الكواليس. نقطع الاول البصل لحبات مفرومه اصغر ما يكون وقدر المستطاع، مع احترام الدموع سعادتك، بس احنا محتاجين ان البصل يكون موجود ومش موجود. ونقطع كمان واحده فلفل رومي هنحتاجها بعدين، ونقطع فلفل حار لاصغر ما يكون هنحتاجها مع البصل. اخر حاجه معانا هنقطع 3 4 حبات من الطماطم 4/4 عشان نبدا نضربها في الخلاط، ونجهز كمان بالمره الصلصه اللي هنحتاجها في المعكرونه. كبتنا الحلوه وننزل فيها بالطماطم، وننزل عليهم بمعلقه معلقه ونص من الصلصه عشان تزود الطعم والتسبيكه، ولو عايز تعلي التست شويه كمان تنزل بمعلقه من الهريسه الحار. عليهم شويه ميه صغيرين عشان تتسيل معاك وتديهم ضربه محترمه في قلب الكبه. وقبل ما تفنش تحط واحده فلفل الرومي عشان نعلي التست بزياده. طاستنا الحلوه وشويه زيت اول ما تسخن نبدا ننزل بالبصل يبدا يتشوح، ننزل بعدها على طول بالفلفل اللي احنا قطعناها صغيره. واول ما البصل والفلفل يبدا يدخل في مرحله الدبلان نزود عليهم نص معلقه توم مهروس مش اكتر. اول ما تبدا تدخل معاك في التتبيل ننزل عليهم باللحمه المفرومه مباشره، ونبدا نفتت فيهم واحده واحده لحد اما اللون بتاع اللحمه يبدا يتغير. وقرب التسويه ننزل عليهم بشويه الملح والفلفل الاسود والسبع بهارات لحمه وحبه صغيرين من القرفه الناعمه، وتقليبه شمال في يمين لحد اما تتم التسويه على اكمل وجه. وكده مش هيتبقى معانا غير ان احنا ندي تسبيكه وغلوه واحده للصلصه. حلتنا الصغيره وبشويه زيت اول ما تبدا تسخن معاك ننزل عليهم بكل الصلصه اللي احنا ضربناها في قلب الكبه بكل المكونات بتاعتها. اول ما تبدا تسخن معاك نبهرها بشويه ملح وفلفل اسود ورشه صغيره من السكر عشان توازن الحموضه، ورشه من السبع بهارات وحبه كمون، وكان الله بالسر عليه. نديها تقليبه، وبعد اول غلوه نشيل ونبدا نستعد ونحضر الطواجن اللذيذ. طواجن متوسطه الحجم على قد الكميه اللي معانا، تكون مغسوله وممسوحه ومتسخنه في الفرن اللي احنا اصلا شغلناها من قبل ما نحضر الطواجن، عشان الفرن تبقى سخنه وملهلبه وتستقبل معانا الاكله الحلوه الحنينه. ندهن الطواجن بشويه زيت نوزعها في كل مكان، وقرن وحوح فلفل الجبار ننزل في قعره. كعادتي لما باجي اعمل الاكله دي بعملها بالطريقه دي. وننزل اول حاجه بشويه اللحمه المفرومه، وقدر المستطاع نحاول بايدينا ان احنا نكبس عليها ونسويها عشان لما نيجي نقلبها بعد التسويه ما تبقاش مفروله معاك في كل الاتجاهات. بعدها بننزل عليهم بشويه معكرونه قلم فرن من غير ما تكون مسلوقه، هي زي ما هي. نجيب بقى الصلصه اللي احنا برضو هنبدا نوزعها على كل الطواجن اللي معانا، وكل مره بنزل فيها معلقه صلصه بخبط على الطاجن عشان الصلصه تنزل لتحت، واحنا عايزين ان الصلصه يا دوب تغطي المعكرونه مش اكتر. وبكده تقريبا الاكله بقت جاهزه معانا، مش ناقص غير ان احنا نغلفها بورقه زبده وشرحه بورقه فويل. نغطي ونكبس عليه قدر المستطاع، وفي قلب الفرن حوالي 40 دقيقه نار تحت متوسطه، و10 دقايق كمان من فوق عشان وشها يقرمش. واول ما تطلعها وقبل ما تقرر تقلبها نخبط كالعاده على الطاجن من كل الجوانب، وطبقك الجميل واقلب طاجنك الجميل، وبألف هنا وشفا على كل اللي قرب وجرب كعادتنا ايها الساده. قول مثلا محلات الزعيم، محلات ابو طارق، كل اللي يجي في قلبك قوله قول. دي بالتاكيد ايها الساده الكرام مش محتاجه اي كلام، تتجرب ناو وربنا يوسع رزق الجميع اللهم امين. وفي الختام كالعاده ايها الساده الكرام بندعي لاخويا والامي والامواتنا بالرحمه، ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب، ومساء الزبده على الجميع.